في مرحلة بحياة القوس بيكون عم يضحك مع الكل، بس من جوا عم يحارب ألف شعور بالصمت. بالبداية بتمنى من الجميع يشترك بالقناة، وتشرف فيكم بانضمامكم لعائلتنا الروحية عائلة تارو جي جي، ولا تنسونا من زر اللايك وخلونا نبدأ على بركة الله. بالبداية طاقة القوس. شوف يا قوس، طاقتك بالفترة الجاية مو عادية أبدا، في صحوة داخلية، كأنك أخيرا بلشت تشوف الناس بلا ماسكات. أنت داخل على مرحلة تنهي فيها دور الشخص اللي بيتحمل الكل، وبتبلش تسأل حالك مين وقف معي عن جد، ومين كان بس عم يستنزفني. في انعزال بسيط جاي لعندك، لحظة بتحس فيها انك ما عاد بدك تسمع لحدا، والغريب انه احساسك صار قوي بطريقة مو طبيعية يا قوس. اي كذبة، اي نفاق، اي نية مو صافية انت عم تكشفها بسرعة. شوف قوس، بهالفترة انت مو ضعيف، هو بس تعب من اعطاء فرص للناس الغلط. وفي شخص يا قوس عم يراقبك بصمت، شايف التغيير اللي صار فيك، ومصدوم كيف الشخص اللي كان يركض ورا الكل صار يمشي لحاله بكل هالقوة. طيب، ما القادم ماليا وعمليا إلك يا قوس؟ شوف، الفترة الجاية فيها تبدل مالي واضح، بس مو بالطريقة اللي انت متخيلها. انت كنت مفكر انه الفرج رح يجي من باب معين، بينما الرزقة داخلة من باب تاني تماما. في تعطيل قديم يا قوس، وهالتعطيل خلاك تحس انه تعبك اكبر من النتيجة، وكأنه كل مرة عم تقرب من النجاح بيصير شيء يعمل لك ستوب. بس القادم بيحكي عن اعادة ترتيب كاملة بحياتك العملية. ممكن تفكر بشغل اضافي، مشروع صغير، او فكرة كنت مستخف فيها، وفجأة تتحول لمصدر رزق محترم. وفي ابتعاد عن بيئة عمل كانت مستنزفتك يا قوس نفسيا، أو حتى عن أشخاص كانوا شغلتهم بس يقللوا من قيمتك. القوس هلأ صار يدور على راحته النفسية قبل كل شيء. بس انتبه قوس، في قرار مالي لازم ما تاخذه بعاطفة. لا تدخل بشراكة بس لأنك واثق بالشخص، ولا تصرف مصاريك لتعوض تعبك النفسي. في ناس من برج القوس ممكن يندفعوا ويشتروا شيء كبير أو يدخلوا بالتزام مالي فجأة بس لأنهم مضغوطين، وبعدها راح يندموا. الرزق موجود يا قوس، بس الذكاء بهالفترة أهم من الحماس. شو اللي جايك يا قوس عاطفيا في باب قديم لسه ما تسكر بالكامل يا قوس. في شخص لسه شايلك بقلبه حتى لو اختفى، وحتى لو حاول يبين انه بارد. المشكلة مو بالمشاعر قوس، المشكلة بالكرامة والعناد. القوس داخل على مرحلة كشف، مرحلة راح يكتشف فيها انه الحب الحقيقي مو بالكلام الحلو يا قوس. انت راح تكتشف هالشي. الحب الحقيقي هو مين ضل جنبك وقت انهيارك يا قوس. في اعترافات راح تجيك متأخرة، رسائل ممكن توصلك، او لقاء يغير نظرتك لعلاقة كاملة. والاغرب انك هالمرة ما عاد تنجذب للشخص اللي يثيرك، راح تنجذب للشخص اللي يطمنك ويحسسك بالامان. وراح تحس جنب هالشخص انك انسان تاني، انه ما راح يخذلك، راح يكون لك سند، راح يكون واقف معك بالمرة قبل الحلوة يا قوس. بس لازم تنتبه لشيء مهم. انت بالفترة الماضية كنت تحب بخوف، وكنت تختبر الناس بدل ما تعيش العلاقة براحة. هلأ الوضع تغير قوس، افهم وركز. العلاقة الصحية ما فيها لعب نفسي ولا مطاردة، تمام قوس؟ وللبعض في رجعة لشخص قديم، بس الرجعة مو لأنه الحب خلص، لأنه الدرس لسه ما اكتمل. طيب، شو هي النصائح الصحية لك يا قوس؟ جسمك صار يحكي عنك، التعب اللي حاسس فيه مو كله جسدي، قسم كبير من هالتعب ضغط نفسي وتفكير زائد وكتمان. في إشارة قوية إنه القوس عم يهمل حاله، وهو عم يحاول يبين قوي قدام الناس، بس جسمك حاليا عم يطلب منك طلب بسيط: اهدى قوس، اهدى. انتبه لنومك، لمعدتك، الصداع اللي بيروح وبيرجع، ولأي أعراض بتزيد وقت الضغط النفسي، لأنك عم تمر باستنزاف داخلي أكثر من إنه مرض حقيقي. وفي عادة يومية قوس، في عادة يومية لو غيرتها حياتك كلها ممكن تتعدل. ممكن تكون السهر، الأكل العشوائي، أو إنك تكتم كل شيء بقلبك. قوس، لازم تطلع الطاقة السلبية بالمشي. أنت منعزل قوس، تحرك، سافر، أو حتى احكي مع أي شخص بيفهمك. طيب، نصيحة لبرج القوس اللي عندهم محاكم أو قضايا قانونية. شوف قوس، الطاقة هون بتحكي لا تتحرك بردة فعل. في استفزاز واضح لإلك، وفي شخص عم يحاول يضغطك نفسيا لتغلط بإيدك. بس نجاتك الحقيقية بهالفترة هي الهدوء يا قوس، والتركيز على التفاصيل الصغيرة. القضية أو المشكلة القانونية مو سهلة عليك نفسيا، مو سهلة لأنها مستنزفة لأعصابك وراحة بالك وحتى طاقة بيتك. بس في انفراج تدريجي بعد فترة تأخير. انتبه من أي توقيع سريع قوس، أو أي كلام شفهي بدون
إثبات، وفي شخص عم يبين إنه معك بس بالحقيقة عم يدور على مصلحته بالأول. القوس حبيبي لازم تكون بارد ذهنيا، لأنه الطرف الثاني معتمد على اندفاعك واستفزازك. ماشي؟ شو هي أقوى بشارة جاية للقوس؟ شوف قوس، البشارة الأقوى مو بس مصاري ولا بس حب، لا 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 أبدا. البشارة الحقيقية هي إنك راح ترجع لنفسك في مرحلة جاية، راح تحس فيها إنك رجعت للشخص اللي ضاع منك بسبب التعب والخذلان والخيانة والشك والمرض النفسي. قوس في رزقة داخلة فجأة راح تغير حياتك، فرصة راح تنفتح لك بدون ما تكون متوقع، أو شخص يدعمك بطريقة تغير حياتك بالكامل. أنت بس تفائل قوس، تمام؟ بس الأجمل إنك أخيرا راح تبطل تركض وراء اعتراف الناس بقيمتك، وهذا أهم شيء. القوس داخل على مرحلة قوة داخلية كبيرة جدا. الناس اللي كانت تشوفك متردد راح تشوفك ثابت، واللي استهان فيك راح يراقب نجاحك وهو عم ينضغط. وفي عندك أمنية يا قوس، في أمنية كنت تحكي عنها مستحيلة، راح تبدأ تبين أمامك بشكل حقيقي. شوف قوس، في عندك تحذيرات مهمة لازم تنتبه منها. أكبر خطر عليك حاليا مو عدو واضح، الخطر من شخص متقرب منك بحجة الاهتمام، في غيرة، مراقبة، وكلام بينحكى عنك من وراك بطريقة ناعمة. انتبه لمين بيعرف كل أخبارك، مو كل شخص بيسأل عنك بيحبك قوس. وكمان في تحذير قوس، في تحذير مهم من التسرع العاطفي. ممكن ترجع لشخص أو تدخل بعلاقة بس لأنك مشتاق، مو لأنه العلاقة صحية. وكمان شوف، لا تهمل شغلك بسبب تعبك النفسي، لأنها مرحلة تأسيس طويلة المدى. قوس أهم شيء لا تتجاهل حدسك، تمام؟ إذا تجاهلته راح تتعب كتير، أما إذا سمعت لإحساسك فإحساسك راح ينجيك من أشياء كثير قبل ما تصير. أوكي؟ بالنسبة للمرتبطين، شوف قوس، العلاقة حاليا عم تمر باختبار صامت، مو كل شيء عم ينحكى بس كل شيء عم ينحس. في طرف عم يحاول يبين قوي بينما من جوا عنده خوف كبير من الخسارة أو الخيانة. والحل مو بالمشاكل، الحل مو بالمشاكل والصراخ، الحل بالوضوح. القوس المرتبط لازم يوقف أسلوب إذا بيحبني راح يفهمني بدون كلام، لأنه الطرف الثاني بلش يضيع من التناقض، وفي فرصة حقيقية لإصلاح العلاقة إذا صار حكي صادق بدون كذب ولف ودوران وعناد. طيب بالنسبة للعزاب، العزاب من برج القوس داخلين على تعارف مهم جدا، بس البداية راح تكون غريبة أو غير متوقعة. ممكن العلاقة تبدأ من صداقة شغل أو شخص كنت تعتبره عابر، بس هالشخص عنده نية استقرار أكثر مما بتتوقع، أو أنت عندك نية استقرار قوس. المشكلة الوحيدة إنه القوس صار يخاف يفتح قلبه بالكامل بسبب أوجاع الماضي. التحذير المهم هون يا قوس، لا تخلي خوف الماضي يضيع عليك جنة المستقبل. طيب بالنسبة للمنفصلين قوس، في رابط قوي مع الماضي، في شخص عم يفكر يراقب أو يحاول يعرف أخبارك بدون ما يحكي، بس الرسالة من الطاقة واضحة جدا. لا ترجع لنفس الوجع إذا الشخص ما تغير فعلا، وهالشخص ما راح يتغير يا قوس، أنت بتعرف هالشي. في رجعة محتملة للبعض بس بشروط جديدة بالكامل. أما إذا رجع كل شيء مثل قبل فالتعب راح يتكرر بطريقة أقسى. طيب شو هي الكارما اللي راح يعيشها أعداء برج القوس؟ شوف قوس، أي حدا تلاعب فيك أو حاول يكسرك راح يعيش نفس الشعور اللي خلاك تعيشه. في ناس استهانت بمشاعرك، لعبت بثقتك، أو حاولت تشوه صورتك أمام الناس، والطاقة بتحكي إنهم داخلين بفترة فقد وتخبط ووحدة داخلية. الغريب انه العقاب هون نفسي اكثر من مادي، راح يحسوا انه كل شيء حواليهم موجود ومتوفر بس بدون راحة. وفي شخص تحديدا كان مفكر حاله انتصر عليك بس القادم راح يخليه يراجع كل تصرفاته معك يا قوس. اما انت يا قوس فالكون مو طالب منك تنتقم ابدا، الكون طالب منك تنجح وتورجيهم السبرايز الحقيقي. لأن أقصى كارما ممكن يشوفها عدوك هي أنه تكون سعيد يا قوس، تكون سعيد بعد ما كان مفكر أنه دمرك. إذا وصلت لهون فأكيد في جزء من الكلام لمس شي جواتك، اكتب لي بالتعليقات. أنا قوس ورجعت لحالي. وخلينا نشوف كم شخص من القوس عم يعيش نفس الإحساس بصمت. طبعا لا تنسى تشترك بالقناة، لأن القراءة الجاية ممكن تكون الرسالة اللي كنت ناطرها من زمان. بحبكم يا قوسيين.